هو مين انا؟ وليه دايما بركز على فيديوهات التوعيه اكتر من ان انا ارشح جهاز او ليكويد؟ مش يمكن بدافع عن الفيب عشان السبوبه. بص، لو انت داخل الصناعه دي غالبا هتفهم كلامي، ولو لا تعال اوضح لك الجانب السيء منها. انا اسمي عمر العزوني، عندي قناه على اليوتيوب من 2021 بعمل عليها فيديوهات. حاليا مش فخور قوي بيها بسبب الكواليتي السيئه يعني، والسبب ان انا بدات القناه دي ان مجرد ان انا حسيت بس ان انا عندي حاجه ممكن اضيفها. ما كانش في اي هدف ربح ساعتها خالص. عشان يوصل لك كلامي ده كل اللي انا كسبته في تاريخي على اليوتيوب من 4 سنين، ويعني حتى مش عارف اسحبه. فضلت مكمل لحد 2023 لحد ما شاركت في فيديو انا فخور جدا ان انا كنت جزء منه مع محمود اسماعيل بعنوان شكرا على التبخير. لكن الفيديو ده كان بالنسبه لي كالهام. ماذا لو واحد من داخل الصناعه زيي عمل فيديو زي ده من وجهه نظره تماما وكان محايد جدا فيه، لا بيدافع باستماتة عن الفيب وخلاص، ولا في نفس الوقت بيطلع صناعه الفيب دي كملايكه جايين ينقذوا العالم من التدخين؟ ونزل فيديو دارك سايد اوف فيبنج. بعيدا عن ان انا اللي عامله والله خالص، الا ان انا شايفه حتى الان اقوى واغنى فيديو باللغه العربيه من داخل الصناعه. وللصدفه تزامن ده مع ظهور اشاعه البوب كورن لانج من جديد والترند اسامه داوود، ومن ناحيه اخرى كثره استخدام الاندر ايج للسولت نيكوتين ولا السوبر ايس. قلت حلو، الفيديو رد على كل الاشاعات دي صدفه من قبل ما تنتشر، وفي نفس الوقت وضح مشكله السولت دي واستخدامه وغيره. يلا يا شباب الفيب انفلونسرز، ردوا انتوا كمان على الاشاعات والهجوم اللي بيحصل على الفيب ده. كان ايه الرد؟ صديقي شفت الجهاز البار ده اجمد جهاز في الدنيا. يا يابا يا ريس، السولت والسوبر ايس شديد الاطفال، الحقنا هيحصل مصايب. ليكويد السوبر ايس هيخليك تحس انك في ثلاجه حرفيا. يا عمي الناس مصدقه الاشاعات وبترجع للسجاير. طب اقول لك بلاش تتكلم يا عم، انت اكيد مهتم بالصناعه زيي وعندك معلومات زيي، شير بس الفيديو مع الناس حتى. انت شفت الفيديو يا اسطى؟ لا بصراحه اصله طويل قوي، بس انا مهتم يعني بالصناعه فعلا زيك، فقررت اشيره انا. وفي طبعا اللي دعم الجروبات والناس الكبيره كانوا مفعلين وضعيه علشان تدخل دايرتنا محتاج فيزا وتاشيره، والفيديو والشير بيترفض على الجروبات الكبيره. الحقيقه في اللحظه دي انا احبطت جدا وقررت اني اعتزل هذا المجال خالص، ناهيك على ان انا كل ربحي من كل اللي انا حكيتها لك دي صفر. لكن قررت لاخر مره ان انا اقدم اخر ما عندي بالشكل اللي انت شفته مؤخرا ده، وانا لا اعلم فعلا هل دي النهايه فعلا ولا دي بدايه جديده. لكن الفيديو ده لو هيوضح لك حاجه القله يعني، ان محدش مهتم بصحتك، محدش مهتم ان يرشح لك الكويس فعلا، لان كالعاده وكاي بيزنس في العالم ماني توكس. فانت دايما خليك صاحب القرار الاول والاخير، وراجع ورا اي حد واولهم انا. حاول دايما تعمل الافضل ليك انت كشخص. الشغلات كلها مش واحده، ما تنساقش ورا كلام شركات كل اللي هي عايزاه انها تضمنك زبون لاطول فتره ممكن. ونسيت اهم سؤال، ماذا عن تبطيل الفيب نفسه؟ بس كده، جود باي.